مرحبا بنات، شلونكم؟ اليوم راح نسوي كعك ابو السمسم عراقي بدون امونيا او نشادر، طريقة اقتصادية وصحية، ينفع للعصاري اطيب شي، ويا طبعا استكان الشاي المهيل العراقي. هنا هذا الشكل راح اكسر لكم وحدة وتشوفوها شلون مقسبة من الداخل ومقسبة من الخارج. وان شاء الله راح نبدي بالمقادير. هنا عندي 3 أكواب طحين منخول، وهنا كوب سكر، ملعقة كبيرة هيل مطحون، وملعقة صغيرة بيكنج باودر، وربع ملعقة صغيرة ملح. وهنا عندي بيضة بحرارة المطبخ، وهنا عندي 3/4 كوب سمن نباتي أو زبدة، أو حتى إذا يعني ما متوفر عندكم بس الزيت ينفع زيت الطبخ. راح أخلط المكونات الجافة ويا الطحين، وبعدها أضيفهم بكاسة، وأضيف المكونات. راح أضيف أول شي هنا خلطتهم زين، وبعدها راح أضيف السكر وأضيف الزيت. هذا هنا هذا دهن نباتي أني ذوبته، لأن تعرفون الجو بارد شوية يعني يصير جامد. وهنا ضفت ملعقتين كبيرة حليب بودرة. راح أعجنهم بالبداية. هذه طريقة كلش سهلة وسريعة، يعني بأي وقت تحبون تسووها بسرعة يعني تصير. وهنا راح أضيف بعد ما عجنتهم بهالشكل هذا، ضفت البيضة وأعجن. طبعا راح تصير العجينة شوية متفتتة، يعني مثل عجينة الكليتشة، بس ضفت لها بعدين 1/4 كوب ماء. هنا بعد ما ضفت 1/4 كوب ماء وعجنتها، وصارت العجينة بهالشكل تتشكل. شوفوا صبعي طلع من الشف. نشق الشف. يلا المهم نعجنها وأغطيها وأتركها لمدة نصف ساعة في مكان دافئ، يعني تحطوه بالأوفن بالمايكرويف بدون غطا، ما يحتاج تغطوه. هنا راح أبدي أحضر التغليفة. هنا عندي كوب سمسم، راح أضيف له 3 ملاعق ماي ورد، إذا تحبون تضيفون بس ماي عادي مو مشكلة. وراح أضيف وياه ملعقة كبيرة سكر حتى شوية يترطب ويعني يلتصق بالكعكاية بسرعة. هنا بعد مرور نصف ساعة ارتاحت العجينة، وهسه راح أبدي أشكلها بهالشكل. حضرت صينية الفرن، فرشت ورق الزبدة حتى ما تحترق الصينية، لأنه هو يعني بدهن زايد راح يحرق الصينية. راح أشكل هالشكل بإيدي تقريبا بسمك 2 سنتيم، وراح أقلبها بالسمسم هالشكل من جميع الجوانب، وأخليها بصينية الفرن. هنا سويت شكل بيضاوي، وراح أسوي هسه الشكل دائري، وانتو براحتكم تتفننون. تريدون بالقوالب تشكلوها قوالب الكليتشة أو قوالب البسكويت عادي، هاي ترجع حسب الذوق العام. هنا هذه سويتها دائرية. وهنا راح أشكلها بهذا الشكل. أبرمها. راح أسوي حرف اليو. هنا قلبتها بالسمسم وسويتها بهالشكل هذا. طبعا صار عندي هاي الكمية يعني تكفي صينيتين فرن، يعني كمية كبيرة.
وهنا خليتهم بين ما فتحت الفرن على 180 درجة مئوية من الأعلى والأسفل، تركتهم تقريبا 7 دقائق ودخلتهم للفرن، وهذا هو شكله النهائي.